وجبة أساسية على سفرة رمضان، هتعمليها مش أقل من مرتين 3 ده إن ما كانش أكتر طول شهر رمضان، من جمالها وحلاوتها ولا سهولها بجد خطيرة، حبيت إن أنا أعملها لكم قبل رمضان عشان تحفظي الوصفة عندِك وتبقي حافظاها أساس إنِك تعمليها، لإنِك فعلًا هتبقى خطيرة وأحلى من برّه. هنعمل مع بعض النهارده الرز، وانتظروا إن شاء الله فيديو الفراخ وصلصة الدقوس خطيرة. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونسمي الله ونقول اللهم بارك. أول حاجة هتجيبي معاكِ بصلتين اضربيهم في الكبة أو ابشريهم بالمبشرة، ومعايا هنا كيلو من الرز البسمتي نقعته لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة مش أكتر من كده. هاتي حلة على النار حطي فيها شوية من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة، عفوًا بس لو صوتي عامل عشان تعبانة شوية. بس كده تعالي بقى نحط عليها البصلتين ونديها تقليبة بس تقليبة واحدة، وبعد كده ننزل عليها ب3 من اللومي وشوية من ورق اللورا وكمان شوية من الحبهان، وابدأي ادّي تقليبة كده عايزين نطلّع ريحة التوابل بتاعتنا دي، وتعالي بقى ننزل بنُص عود قرفة أنا عاملاه بالطول، أنتِ لو حابة تحطيه بالنُص عادي، يعني هنا نُص عود قرفة خشّابي، وابدئي إن أنتِ قلّبي، تمام. ممكن هنا في الخطوة دي تفتّحي فصوص الحبّهان، أنا هنا حطّيت إيه، حطّيت حاجة إضافية من عندي، برضه رشّة من ورق اللورا البودر، ورشّة من الحبّهان البودر، وباقول لِك هنا ممكن تفتّحي الحبّهان كده لو أنتِ ما بتتضايقيش من اللي هي الحبيبات السودا اللي جوّاه، بس أنا ما باحبش أفتّحها عشان ممكن تيجي في البُق وبتضايق. خلاص كده ادّيت تقليبة لمّا شميت ريحة الحاجة طلعت مع البصل والسمنة كده والزيت، ورُحت نازلة بالرز البسمتي بتاعي. وادّي بقى تقليبة فيه كده حلوة لمّا تحسّي إن أنتِ إيه، خلاص الرز بتاعِك اتحمّر كويس، ابدئي بقى. تعالي أقول لِك على السر اللي ما حدّش هيقول لِك عليه برّه، حُطّي شوية من الرز المصري ماشي، ما حدّش هيقول لِك عليه، الحاجة اللي باقول لِك عليها ما حدّش هيقول لِك عليها برّه أبدًا ولا شُفتيها في حتّة، بتزوّد كمية الرز وما بيبانش تمامًا، تمامًا إن أنتِ حاطّة، يعني كيلو الرز هنا حطّيت عليه تقريبًا نُص كوباية من الرز المصري. تعالي هنا بقى حطيت إيه تاني، هاحط 3 مكعبات من مرقة الدجاج، ومعلقة من توابل الرز، توابل الرز دي اختيارية بس أنا عندي الولاد بيحبوها، باجيبها من مكان معين كده، وبصراحة هُم بيعشقوها عشق، بهارات الرز. تمام، فممكن الاستغناء عنها تمامًا، لإن هي خلّي بالِك بيبقى فيها نسبة ملح، وبتغيّر لون الرز شوية، نزلنا بفلفل أسود وملح أبيض حسب الرغبة، بس خلّي بالِك إن إحنا هنا حاطة 3 مكعبات مرقة دجاج على الكيلو الرز، وحاطة كمان اللي هي معلقة كبيرة من بهارات الرز بتبقى فيها ملح، فحطي ملح شوية الأول قليل، ولمّا تسقي الشوربة بتاعتِك أو المَيّة ابدئي دوقي وزوّدي بقى براحتِك. هنا بقى أنا باسقيه أساسي بشوربة، بس ما كانش عندي شوربة فرُحت سقيته بمَيّة، لمّا بتسقيه بشوربة بيفرق جدًا في الطعم، بيبقى خطير يا جماعة. تعالي بقى بُصّي خلاص اسقي بقى هنا الشوربة بتاعتِك كده، تكوني مغطية الرز بتاعِك خالص، بُصّي أنا هنا حسيت إن هو عايز ملح، رُحت زوّدته، قلّبيه بقى وغطّي عليه، سيبيه أول عالي كده بيغلي، أول ما يشرب الشوربة بتاعته وطّي عليه وسيبيه لمّا يستوي، بُصّي بقى مفلفل وجميل وخطير، بجد حلو جدًا. أتمنى النهارده الفيديو عجبكم لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. بجد استنوا وصفات حلوة كتير في رمضان، أسيبكم بقى في رعاية الله مع الجمال والحلاوة دي وأقول لكم سلام.